جماعه زين الدين زيدان في البرنابيو، جماعه هو في ايه؟ هو فيها يا جماعه ايه؟ المسرحيه 100 100 هتشتغلوني انا؟ هتعملوها عليا انا؟ امبارح بيريز يتنحى عن رئاسه ريال مدريد، والنهارده زيدان في البرنابيو ويقول لك الاداره كلها استغربت والناس مستغربه وبيرحبوا بيه. لا 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 لا, لا روح قلبي، مش هينفع، قلبي مش هيستحمل المفاجآت الجميله دي مره واحده، هيجرى لي حاجه. لا عليكم ما تخبوا حاجه عادي. لا لا لا، هم بيحوروا عليا وهتبقى زياره عاديه والموضوع في العادي. بس هو يا جماعه بجد يعني بيجي بعيد عن الهزار، خلينا نتكلم شويه بالمنطق كده. هو ليه الناس شايفه ان المفروض يعني تشابي الونسو وهو لسه في اول سنه ليه وبيتمنوا زيدان؟ يعني اتمنى يكون حب لزيدان مش اكتر، بس ده كتير يا جماعه والله. الراجل ده عامل شغل مع، بعيد عن الهزار، ريال مدريد متصدر دوري وعامل احسن خط دفاع في الدوري الاسباني واعلى معدل صناعه للاهداف في الدوري الاسباني. مع ريال مدريد اعلى معدل صناعه للفرص في الدوريات الخمسه الكبرى. مع ريال مدريد اقل فريق اتسدد عليه واكتر كلين شيت في الدوري الاسباني. احنا لو هنقارن مثلا ببطل الدوري الانجليزي اللي هو اقوى دوري في العالم الموسم اللي فات، فليفربول مستقبل 31 هدف من اول الموسم. انت متخيل الفرق؟ فلو فكرتك في تشابي الونسو عشان بيخسر الماتشات الكبيره، ماشي معاك حق، لكن كاول سنه لمدرب يعني اعتقد ان الارقام اللي هو عاملها لحد دلوقتي دي ما حدش يعرف يعملها. واحد اول سنه فهو المفروض اصلا ما يعرفش يكسب سلسله انتصارات ورا بعض ايا كانت فرق كبيره او صغيره، فاتمنى شويه انصاف يعني.